مستشوية كويس سهلة اهو يا اخواتي زي ما انتم شايفين. عايز تتعلم الاستشوار تعملوا استشوار بس عايزين تعملوها بطريقه صح، تعالوا النهارده اقول لكم على شويه نصايح هتساعدكم ان انتوا تعملوه بطريقه صح من غير ما يبوظ. خلي دايما الاستشوار مع شعرك، اوعى تجيبه نهائي على فروه راسك عشان ما تزعلش بعدين بسبب التساقط اللي هيحصل. اهم حاجة يا صديقي ما تجريش اي حاجة من الفيديو عشان تستفيد. اهو زي ما انت شايف تجيب الشعر كله لقدام خالص وزي ما انا بعمل اهو. معلش انا مسرع الفيديو بس عشان وقتكم. اها زي ما انت شايف كده ايه، تجيب الشعراية كده واحدة واحدة، تبقى رافع بوز الاستشوار فوق عشان ما تلسعش الزبون، وبعد كده الشعر يحصل فيه تساقط اهو زي ما انتم شايفين. لازم برضو تجيب الشعراية من تحت من غير ما تلسع الزبون اهو. الحتة اللي فيها كسرة زي كده تعيد عليها مرة واتنين وتلاتة. اتمنى يا صديقي ان شاء الله لو عجبك الفيديو او بتستفيد مننا في حاجة ما تنساش تعمل متابعة وتخش على قناة اليوتيوب تعمل اشتراك. ولو محتاج تتعلم اي حاجة سيب لنا في الكومنتات، اكتب مثلا محتاج تتعلم ايه وانا عناية ليكم اهو يا اخواتي. انا بصور من كذا زاوية عشان تشوف، وبعتذر تاني ان انا مسرع الفيديو بس عشان وقتكم اهو. انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اوجه الاستشوار والكاميرا على الاستشوار والفرشة. ادينا اهو الجنب التاني. ركز مع الفيديو يا صاحبي، مش هتفرق معاك السرعة، ركز مع الفيديو كويس هتتعلم ان شاء الله. وبرضك في طريقة التخصيل، يعني بعد ما اخلص الاستشوار هوريكم ازاي تخصل بكل سهولة. عاوز تسرح الشعرية لقدام لورا عالجنب تخصل وردة اي حاجة اللي انت عاوزها ان شاء الله. مادام كوت الشعرية كويس هتبقى معاك كويسة. وده كريم سونيور روكس اهو يا اخواتي. تحط حتة على ايدك كده وتفضل تدعكها اهو. بعد كده تمشي ايدك بس على الشعر من فوق عشان ما تهبطوش. بعد ما تدي الشعر كده من فوق كده خفيف بالكريم عادي بقى تسرح الجناب. تقدر بقى تدوس على الشعرية من فوق بالكريم عادي مادام الشعراية مستشورة كويس سهلة اهو يا اخواتي. زي ما انتم شايفين لا محتاج اهو تسريح ولا محتاج تخصيل. هو الشعراية عشان مفروضة كويس في الاستشوار متخصصة لوحدها اهو. هنا بقى يا اخواتي ركز عشان تعرف تخصص ازاي. هي دي مش القصة اللي الزبون عاوزها بس انا بحاول ان انا افيدك باي حاجة. وبعد كده انا بغير له القصة بعد الاستشوار بعد الفيديو. بعتذر لكم اهو بصوابعك الاتنين كده. خليك رقيق على الشعراية اهو يا اخواتي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم يا رب وتكونوا بتستفيدوا من حاجة. وتاني اي حد محتاج اي حاجة يكتب لي في الكومنتات تدريج تخصيل استشوار بروتين اي حاجة تخص الحلقة ان شاء الله اكتب لي في الكومنتات وعناية ليكم. واللي مش متابعني يا اخواتي يتابعني، واللي مش مشترك على قناة اليوتيوب ان شاء الله بنزل شروحات كتير وتعليمات كتير ان شاء الله الفترة الجاية اهو يا اخواتي. انا خصلت لكم جنب كده وجنب كده برضك عشان تشوفوا والاسهل ليكم. ما تنسوش بقى يا اخواتي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا متابعة على التيك توك واشتراك على اليوتيوب وكلمة حلوة في كومنت. واي حد محتاج حاجة يكتب لي. سلام يا اخواتي.